في بنت عندها 19 سنة فقدت حياتها، مش في حادثة ولا في مرض. البنت فقدت حياتها وهي بتحاول تكسب شهرة ولايك وكومنت في تحدي من التحديات الموجودة على السوشيال ميديا. التحدي ده انتشر على إنه لعبة، بس في الحقيقة هو قاتل صامت. في وقت جيل اتربى على لمة وحضن عيلة، وجيل اشترى الآيباد وشال الشيلة. أنا محمد هشام، ودي مش مجرد حكاية، ده جرس إنذار حقيقي لكل بيت. الموضوع مش هزار، ولا ده عبارة عن مقطع من فيديو في فيلم رعب. دي صرخة حقيقية بتمثل كل بيت مصري. البنت اسمها رينا أورورك 19 سنة من أريزونا، وتوفيت بتاريخ 1 يونيو 2025. ده طبعا بعد مشاركتها في تحدي خطير بين المراهقين وبيقوم على استنشاق مواد تنظيف. التحدي خطير وانتشر على المنصات الاجتماعية، ولكن في الحقيقة إنه تحدي قاتل. رينا دخلت في نوبة قلبية بعد استنشاق بخاخ تنظيف الكيبورد، وبقيت في العناية المركزة لأيام قبل إعلان وفاتها. سببه حسب تقارير طبية إن الأبخرة بتزيح الأكسجين في الرئتين بسرعة، ويمكن أن تؤدي إلى متلازمة الوفاة السريعة من الاستنشاق. وزي ما عرفتوا قصة البنت، لازم تعرفوا رد فعل الأسرة. أهلها أطلقوا حملة للتوعية بخطورة التحديات دي عشان ما تحصلش مع غيرها. أهلها أكدوا إن الخطر في إن المواد دي متوفرة في كل بيت وما بتظهرش بسهولة في الفحوصات الطبية. أهلها بيقولوا إنها كانت بنت طموحة بتحب الفسح والخروج وبتحب الحياة، بس طريقة استخدام السوشيال ميديا الخطأ والتحدي اللي انتشر عليه كانوا سبب في نهاية حياتها. عيلة رينا فاقت ووعت، بس بعد فوات الأوان. إحنا اللي لسه قدامنا فرصة نفوق قبل ما يفوت الأوان. ليه الحكاية دي مهمة؟ الحقيقة إنها مش حادثة فردية. التحدي ده منتشر ما بين المراهقين، وهو تحدي خطير، وسجلت حالات مشابهة لأطفال صغار في بريطانيا، والحالات دي كلها كانت مشابهة. رسالتنا لكل أب وأم إننا محتاجين نكون واعيين أكتر، نقرب لولادنا ونتكلم معاهم عن التحديات غير المسؤولة الموجودة على السوشيال ميديا. دي مش أول بنت ومش آخر واحدة لو سكتنا. التحديات السخيفة دي بقت بتدخل بيوتنا كل يوم، بنات وأولاد صغيرين بيقلدوا من غير ما يعرفوا. إحنا كأهالي محتاجين نفتح عينينا، ومحتاجين نتكلم مع أولادنا، نفهمهم، ما نسيبهمش للترندات. ابنك أو بنتك ممكن يكونوا بيتفرجوا على التحدي ده دلوقتي من غير ما يكونوا عارفين الخطر اللي حواليهم. رجاءً اتكلم معاهم. الترند مش دايم، بس اللي بيروح للأبد. علشان كده احنا عملنا المحتوى ده، علشان نقول كفاية. محتاجين نرجع التربية، ومحتاجين نرجع الأخلاق، ومحتاجين نحمي ولادنا. الحقيقة المرة دي مش هنقول لك دوس فولو أو اعمل شير، لأننا بجد مؤمنين إن الكلام بقى أهم من الترند، وبقى مسؤولية على كل واحد فينا. وبكل بساطة، كم فيديو البنت شافته قبل ما تاخد القرار، وكم فيديو كان ممكن يمنعها بس للأسف ما شافتهوش. انشر المحتوى ده في مجتمعك، مش علشاننا، لكن علشان ممكن بكلمة، بفيديو، بلفت نظر، تكون سبب في إنقاذ روح، وتكون جزء من حملتنا قبل فوات الأوان. كل أسبوع هنتكلم عن حكاية حقيقية علشان نكون سبب في إنقاذ روح، أو على الأقل نفتح عيون ناس كتير على حقيقة أخلاقنا وثقافتنا، ونعيش دلوقتي بس بطعم زمان وأصول زمان. انتظرونا الحلقة الجاية بإذن الله في حلقة مفاجأة من قلب بيت مصري أصيل، حلقة تيتا ليلى.